كنت أصنع آلة الكمان. هذه الآلة كان الرعاة يصنعونها نظرا لسهولة صنعها، قصبة أو كلخة وعلبة من القصدير، العلب التي تكون عادة للبنزين، وأسلاك من فرامل الدراجة كأوتار، وعود من صدر نصف دائري يربط إليه سبيب يؤخذ من عنق الحصان أو من ذيله يصنع به القوس، وخشبة صغيرة يصنع منها الفرس. فترى الراعي يرافق غنمه ويعزف طيلة يومه أغاني تذكره بالشيخة التي رآها في الموسم أو في عرس، ويحلم ذلك الراعي بجلوسه وسط الناس وهو يعزف، بينما الشيخات واقفات يرددن أغاني المرصاوي. كان هذا حلمي وأنا صبي. وكم من عازفين تعلموا بهذه الآلة، خصوصا الشيوخ. كنت أصنع غيطة القرون، وهي تصنع كذلك من القصب وقرن البقر، وأصنع كذلك البندير، الآلة التي رافقتني طيلة حياتي الفنية، آلة إيقاعية لها تاريخ بين الآلات الإيقاعية المغربية. وكم من مرة ضربت بالبندير على أم رأسي، لأن أمي لم تكن تريدني أن أكون بنادري كما كانت تقول رحمها الله، ونسيت بأنها كانت تحكي لي قصتي مع قناوة أو مع الفن القناوي. فلقد كنت مصابا بمرض الرمد الذي يصيب العينين، فأخذتني أمي إلى المدينة وطافت بي على الكثير من الأطباء، لكن ذلك لم يفيد. وفي يوم وهي مارة من جانب أكواخ كاريان سنترال التقت بزوجة عمي، فقالت لها هاته الأخيرة: لم لا تأخذيه إلى معلم قناوي ليضرب له الودع؟ والودع طريقة قناوية يقولون بأنهم يرون بها أشياء غيبية، ربما قد تكون شعوذة، لكن ما جرى لي في ذلك الوقت كان حقيقة. فذهبت أمي إلى كوخ القناوي واستقبلتها زوجته وأمرتها بأن تنزلني من فوق ظهرها، وكنت لا أبصر من جراء المرض المتسلط على أعيني، وكان لذلك الكوخ نافذة تطل على الخلاء، فهربت من النافذة وأخذت أجري في اتجاه الشجرة. أرادت أمي أن تلحق بي، لكن المرأة وزوجها قال لها: لا تخافي، سيأتي. وبجانب الشجرة جلست، فجاء طائر أبيض، طير بقر، طائر يركب ظهر البقر في المراعي، فحط الطائر بجانبي. مرت فترة ونحن بذلك المكان، وبعد برهة طار الطائر، فقمت ورجعت إلى الكوخ. وعندما اقتربت منه بدأ القناوي يعزف على آلته السنتير، فدخلت من النافذة، ثم أخذتني نوبة جدبة. قالت أمي بأنني كنت أقوم بحركات ورقصات جعلتها تفقد صوابها من إثر الفزع، وأتكلم بصوت رجالي وأقول: أنا فعار الله المعلم. لكم سمعت هذه الكلمات الأخيرة في الليالي التي حضرتها مع طائفة قناوة. كانت أمي رحمها الله تستغرب للقوة التي كانت تظهر علي في تلك اللحظة إبان الجذبة، وهكذا إلى أن أغمي علي. فقال القناوي لأمي بعدما نظر في الودع: خذيه واشتري ديكا فيه 7 ألوان. فقالت له أمي: وأين سأجد هذا الديك يا سيدي؟ فرد هو عليها قائلا: لست أنت التي ستذهبين، المهم هو أنه لا بد من ديك فيه 7 ألوان، وسآتي غدا لذبحه. خرجت أمي من كوخ القناوي وهي لا تصدق ما رأت، ونسيت أن تخبر القناوي بمحل سكنانا، ولهذا فلقد فضلت الابتعاد عن ذلك ونسيان ما جرى، حتى أنها لم تعطي أهمية لما وقع. وفي البيت سألها أبي عن حالتي، فأخبرته بكل ما وقع. فقال أبي: ولما لا، دير النية ونعس مع الحية.
قال هذا بدون أن يعلم هو كذلك بأن القناوي أخبرها بأنها لن تذهب هي. فذهب أبي إلى سوق الدجاج، وفي باب السوق قال له شخص: أتشتري هذا الديك يا سيدي؟ ورأى أبي الألوان السبعة في ذلك الديك. وفي الغد جاء القناوي، الشيء الذي استغربت له أمي، ثم ذبح الديك ووضعه فوق رأسي، وألبسني ملابس مختلفة الألوان، 7 ألوان كألوان الديك: أسود، أحمر، أصفر، أخضر، أبيض، أزرق، وأزرق سماوي. ثم صلى ركعتين، وأخذ يطوف بالديك في أرجاء الكوخ، لأننا كنا لا نزال نسكن بالأكواخ. بعد هذا قال لأمي: يجب عليك طبخ هذا الديك بمواد حلوة كالقرفة والزبيب والسكر، ويجب عليك القيام بهذا في كل سنة عند حلول شهر شعبان، ولا يمكن له الإقلاع عن هذه العادة إلا من طرف معلم قناوي، فالمعلم هو الوحيد الذي يمكن له إخراجه من الزريبة القناوية. وإن كل واحد من عائلته إذا أكل من هذا الطعام الحلو عليه هو كذلك بذبح ديك والخضوع إلى العادة السنوية، وكذلك إذا أراد الابتعاد عنها. ابنك يا سيدتي مصاب بملك يسمى ميمون السحابي، وبملكة تسمى ميمونة. أنت الآن لك طفلان، وسيزداد لك من بعدهما قناوة آخرين، بينهم قناوية واحدة. وكان ما قاله ذلك الشيخ القناوي: نحن الآن 7 رجال وأخت واحدة، والغريب هو ما رافقني طيلة حياتي، وقد صرت عالما بطريقة القناوة وبمختلف الطرق الأخرى كالحمدوشية والهداوية والجلالية إلى آخره. ومن خلال البحوث التي أجريتها في هذا المضمار، وبالأخص من الناحية الموسيقية، وجدت نفسي لا أحس ولا يأخذني نغم كنغمة ميمون وميمونة. والأغرب من هذا هو أنني حاولت عدة مرات أن أركب كلمات لتلك النغمة، وفي كل مرة يعصى علي التلحين. وشاركتني أمي في أكل الديك، وأخذت هي كذلك تذبح ديكا في كل سنة. ثم مرض أخي الذي يصغرني بنفس المرض، وكان دواؤه على أيدي القناوي، فأقلعت أمي عن تلك العادة بدون أن تقوم بالشروط التي قالها القناوي. وكما قالت لي، حملت هي عبء ذلك، بحيث أنها صارت يغمى عليها وتحلم بزنوج وزنجيات، وترى أناسا يرقصون، لكنها ظلت مصممة على إخراجنا من الزريبة بدون شروط، فصارت طريحة الفراش، تتعافى شهرا أو شهرين ثم تعود إلى الفراش، وهكذا إلى أن ماتت وهي تؤمن بأن سبب مرضها هو تلك الواقعة. وحكى لي أبي رحمه الله عن واقعة من نفس الشكل، فلقد هاجر أبوه جدي من قريته وأخذ أبناءه 3، ثم بنى خيمته بجانب مقبرة، وكان جدي لا مال له، وفي ذلك المكان بدأ الخير يأتيه من كل جانب على حسب قول أبي، حتى أنهم في صباح وجدوا كبشا صردي وسط قطيع الغنم وفي عنقه حجاب، وانتظروا أن يسأل عنه صاحبه ظانين أن الكبش هرب من قطيع، لكن مع مرور الزمن علموا بأنه لا صاحب له، فأخذت الأغنام تكثر والأبقار، وكانت السنة سنة عجفاء، ولم يكن هنالك فدادين بها زرع إلا فدادين أهلي. ومات جدي وهو يوصي أهله بألا يقطعوا شجر البطم الموجود في المقبرة وألا يصلوا إلى المقبرة. وكما قلت سابقا، كان جدي عالم دمياطي، ولما مات نسي أبناؤه تلك الوصية وقطعوا تلك الشجرة ونبشوا القبور، عندما عرفوا بأن المقبرة ليست مقبرة